وكانت لحظه انهيار تام. ازاي انا يبقى عندي ابن مش عارف يتكلم معايا او يعبر عن مشاعره؟ انا قابلت امهات بتتضايق من النظره دي لان هي بتبقى فاكره ان دي نظره شفقه. وفي ولد يعني في المدرسه دي انا اعرفه شخصيا، اعرف مامته، هو متلازمه داون، هو بيلعب كوره كويس جدا عشان الولاد التانيين علموه. اللي انا اتقال لي في وشي مره عنده توحد متربيه. اخر statistics وصلت لها 15 مليون طفل في مصر، ده كارثه. دمج في المدارس يكون مدعم باشخاص عندهم قابليه ان هم يستوعبوا الاطفال كلها. جت قالت لي شكرا، انا عندي بنت خالتي عندها توحد والكتاب ساعدني ان انا افهمها اكتر. اهلا بيكم في حلقه جديده من جو وندر بودكاست، ودي مساحه امنه لكل ام شبهي. معانا النهارده مي الدهان ورانيا عبد العزيز، الفاوندرز بتوع احلى كتاب في الدنيا وحمزه. بيناقش اكتر ايه المشاكل الاطفال الاوتيزم بيواجهوها، ازاي الاطفال بتبص لهم بصه سواء حلوه او وحشه، او ازاي يتناقشوا فيها او كده. عايزين نتكلم اكتر عن الكتاب دوت، ايه الباك جراوند ستوريز بتاعته، لان في ستوريز تحفه من وراه، وعايزين نخلي الناس كلها تبتدي تقرا الكتاب، لانه فعلا بنساعد الاطفال ازاي يحسوا بالانكلوجن ويساعدوا اطفالهم ان هم يتعاملوا مع اطفال تانية مختلفه ويحصل انكلوجن ده ما بينهم وبين بعض. ازيكم عاملين ايه؟ الاخبار. احكي لي يا رانيا، ايه اللي خلانا نعمل الكتاب؟ مش خلينا نقول اصلا حمزه هو ابن اخويا. اوكي. هو دلوقتي عمره 12 سنه ونص. تم تشخيصه انه على اضطراب طيف التوحد لما كان عمره سنه و7 شهور. اوكي. ما كانش في اي معلومات كعيله عن التوحد، وما كانش في وعي في الوقت ده عن اضطراب طيف التوحد. اوكي. ولما اتشخص كمان كان في حاجات كتيره بتتقال لنا مسبقا. حمزه مش هيتكلم، مش هيخش مدرسه. ففي كأهل ما عندهمش اي معلومات على التوحد او هم يعملوا ايه، فكان الوقت ده كان من اصعب الاوقات يعني. طبعا. ويعني نورين بنتي قد حمزه بالظبط، فالصوره البيرفكت اللي احنا رسمينها لهم في الحياه اتهدت في ثانيه، لان احنا خلاص عارفه انت لما حد بيبلغك حاجه بطريقه اللي هو ابنك مش هيعيش حياه طبيعيه، فبتدي انت كمان بتاخدي خطوه اللي هو انا متاكده ان هم الناس الاخصائيين او البروفيشنالز بيقولوا هو دي حياته، فانا هعرف اغير له حياته يعني. بالظبط. فكان الموضوع اللي هو اتحطينا فيه من غير اي خبره، من غير اي وعي، من غير اي حاجه. اوكي. وابتدينا بقى الرحله دي بقى من هو عنده عمره سنتين لغايه هو عمره 12 سنه ونص. ما شاء الله، ربنا يخليهم. حمزه ستيل على طيف التوحد، حمزه ستيل مختلف. يعني التوحد ما بيتعالجش اهو، يعني بنكمل بيه عشان بس يعني عشان برضه احنا في الاخر هدفنا من نشر الوعي عن التوحد ان احنا نقول ان الاطفال دي بتتحسن مهاراتهم. أيوة. وقدراتهم، بس ما بيخفوش. مش هيبقى طفل مش عنده مش على اضطراب طيف التوحد. أيوة. مش عشان حاجه، مش عشان احنا عايزين نبقى يعني مش متفائلين، بس عشان احنا بنحس ان ده الناس التانية بتاخده اللي هو تدي امل كاذب للناس، او تقول بالزبط. ان في علاج معين بيخلي التوحد يتعالج او يخف. وحاجة تانية عشان نقدر نتقبل ونتفهم قدرات اللي عند كل طفل من أطفال التوحد، فنقدر نساعده على حسب القدرات دي، مش على حسب ده الدارج أو الأطفال كلها بتعمل كده، أو في عمر معين هيكون بيعمل الحاجة الفلانية. اوكي. بس كده. ثانك يو رانيا. طب مي، انت كان ايه أكتر حاجة خلتك تعملي حمزة؟ اوكي، بصي يا ستي، انا حكايتي شبه رانيا بس مختلفة، لأن كل طفل على طيف التوحد مختلف. أنا ابني اتشخص وهو عمره 2 و8 شهور. على عكس حمزة، سيف بيتكلم. لما اتشخص كان بيتكلم، كان بيقول كلمات، ما كانش بيقول جمل. لما دخل النيرسري أو الحضانة، المدرسة بتاعته قالت لي ابنك متأخر في الكلام، شوفي ليه. محدش جاب سيرة التوحد دي خالص. على عكس برضو رانيا، أنا أخدت علم نفس في الجامعة، فكنت عارفة يعني إيه توحد. ولما رحت على الرحلة دي وابتديت ان انا اشوف سيف ماله، اخدته الاخصائيين وكده، لما في الاخر حد رضي يشخصه، لانه وقتها سيف دلوقتي عنده تقريبا 17 سنة، وقتها ما كانوش بيشخصوا اقل من 3 سنين. كل اللي رحت لهم قالك لا ما يتشخص دلوقتي، ده صغير، وبعدين التواصل البصري عنده ساعات بيبص ساعات ما بيبصش، استني شوية. فقعدت
زي 6 شهور في حيرة، وصممت ان انا اعرف هو انا ابني فيه ايه. وكان في ناس تقولي توحد، في ناس تقولي لا ابنك ذكي، الاي كيو بتاعه عالي، لا استني شويه. لغايه لما في دكتوره قبلت ان هي تشخصه وعملت له التست والاسسمنت او التقييم، وقالت لي لا هو توحد، بس هو توحد دلوقتي بيسموه المستوى الاول، زمان كانوا بيقولوا عليه هو مش اسبرجرز قوي، هو قالت لي هاي فانكشنينج. الاسبرجرز ده يمكن يعني عندهم قدرات اكتر شويه من الهاي فانكشنينج. فقالت لي كلمه توحد، وفي اللحظه دي انا افتكرت الكلاس اللي كنت قاعده فيه، وافتكرت ان انا قلت لنفسي وانا طالبه يا الامهات اللي عندهم اطفال عندهم توحد دول بيتعاملوا ازاي. وكانت لحظه انهيار تام، ازاي انا يبقى عندي ابن مش عارف يتكلم معايا او يعبر عن مشاعره او مش عارف يبقى عنده صحاب. بتوجع جدا جدا. فافتكرت اللحظه دي، ووقتها اتقال لي مش هينفع يتعلم لوحده، لازم يبقى معاه مدرس مساند على طول في المدرسة، بالرغم من ان الاي كيو بتاعه عالي، هو عنده تحديات حسية، كان عنده مشاكل في التواصل البصري والحركة، ما كانش بيعرف يعمل حاجات كتير، ابسطها انه يلبس نفسه لغاية سن كبير. فاخدت كل ده، واللي خلاني اتشجعت لما رانيا كلمتني وقالت لي نعمل كتاب، انه في الرحله دي سيف كان عنده صديق نمطي عادي، كان مهتم بسيف من ساعه ما دخل المدرسه، وكان يجي يسالني، الولد ده طلياني، مامته طليانيه، وكان يجي يسالني هو ليه سيف على طول بيغني؟ طب لما اشوفه بيغني وعايز اخليه يبص لي اعمل ايه؟ طب ليه سيف مش بيبص لي وانا بكلمه؟ طب ليه سيف بيتعصب ساعات؟ خليني اعيط. الولد ده ربنا بعتهولي هو وعيلته من السماء. فحسينا انه ليه ما نخليش فيه اطفال كتير فاهمين يعني ايه توحد، وشايفين انه احنا ممكن نبقى اصدقاء مع شخص عنده توحد. يعني الكتاب طب اشمعنى خلتوها من نظرة الأطفال مش من نظرة البيرنتس أو الكبار إن هم ازاي يتعاملوا مع التوحد؟ ليه عملناها من وجهة نظر الأطفال؟ لأن إحنا كأمهات يعني بنرعى أطفال على اضطراب طيف التوحد، نفسنا الأطفال هم اللي يفهموهم. صح. أنا وماجي وغنى من الأمهات بنحاول نفهم طبيعته، زي ما قال فرانسيسكو كده، ازاي لما يغني وانا عايزه اتكلم معاه. فهي اكيد انا باسيوم ان انت اكيد بتقولي له حاجات عشان يقدر يتواصل معاها. انا برضو ده نفس اللي حصل ما بين نورين وحمزه، لان هما الاثنين نفس السن، فهي هو ما بيتكلمش، هو مش بيلعب معاها قوي زي ما هي عايزاه يلعب معاها، فانا كنت بحاول اشوف ايه الحاجات المشتركه اللي ممكن يقدروا يلعبوا بيها الاثنين مع بعض، وعلى طول هي كانت حاجات حسيه او حاجات انا بلعبهم هما الاثنين. يعني اللعب اللي هو يعني عبيطه قوي، اهالينا كانوا بنلعبها زمان قوي، هاتي البيضه ولعبيني ولعبك، والحاجات دي كلها فيها مهارات فظيعه عايزه اقول بجد جدا. دي بقى من برسبكتيف فلويد. فعشان كده احنا هدفنا من امهات بترعى اطفال على طيف التوحد ان الاطفال التانية تستوعبهم وتفهم طبيعتهم، وتفهم ان هو مش قصده ما يردش عليك، وان هو مش بيتجاهلك، مش بيضايقك لما بيغني، مش بيغلس عليك، ولما يبقى في تنتر مش قصده يضربك او يخبطك. يعني مثلا دي من الحاجات انه وده اللي بطلع على اطفال التوحد ان هم عنف. ايوه اتس نوت ذا كيس، هو انت بس جيت له في وقت غلط. يعني هو انت جيت له في وقت وهو بيحاول يطلع الطاقه اللي جواه دلوقتي. ما هو ده بارت من الحاجات اللي احنا بنشتغل يعني بنحاول نساعد فيها اولادنا، ان هو السيلف ريجوليشن بقى، ان هو يقدر يتحكم في مشاعره، يعني لان هو مش بمزاجه، هو كل الحاجات اللي حواليه في المجتمع دي هو المعالجه بتاعته
مختلفة تماما عننا، فالأصوات بقى والأضواء وكل الحاجات دي هو معالجتها صعبة قوي عليه. فممكن يكون احنا مش شايفين ان دي في حاجة تنرفز، بس هو تنرفز. وكانت مي حكت لي موقف يعني هم ماشيين مثلا لما سيف في أغنية بتقطع، لو جالها تليفون بيتضايق. لما انا مثلا اكون بوصل سيف في المدرسه وفي اغنيه عجباه شغاله، جالي تليفون اتقطعت الاغنيه، تعصيب، لان هو عايز يكمل. بيحصل كده معايا القرآن. فانت بتعلميه شويه شويه انه ازاي ممكن تتعامل مع موقف زي ده، وانه يعني من اهم المهارات ومن اصعب المهارات لاصحاب يعني لاطفال التوحد هي الانتظار. ايوه، مهارة الانتظار. ومهارة الانتظار مهمة جدا لأي شخص بالغ. احنا يعني بنعمل حاجات كتير جدا في حياتنا بننتظرها. صح. من اول بنشتغل فبنستنى مرتب اخر الشهر، بندخل عيادة، بنقف في طابور عشان ندفع. فمهارة الانتظار، تعليم مهارة الانتظار كان حاجة من الحاجات الأساسية اللي ساعدتني انه سيف يفهمها. وكمان من خلال تجربتي مع فرانشيسكو، هو فضل يعني هم لسه اصحاب لغايه دلوقتي، وهو فضل يساعدني مع سيف لدرجه ان هو دلوقتي هم خلاص تقريبا هيخلصوا مدرسه ويدخلوا جامعه. هو عايز يدرس وعايز يساعد اطفال توحد، يعني هو عايز تخيلي بقى ان انت بتحاولي توعي الاطفال بحيث ان هي تساعد بعض، يبقى فيه تعاطف، يبقى فيه انه ما فيش حاجه اسمها مختلف. شخص التوحد جنريشن متساوي بالظبط، بس كده موجود وزيه زيي وعنده حقوق، ومش لازم اتريق عليه، ومش لازم اغضب منه، ومش لازم احكم عليه. اوكي. هديكي مثل بسيط. يعني لسه احنا النهارده الاثنين، يوم الجمعه اول مره سيف وفرانشيسكو يخرجوا مع بعض تماما من غيرنا، لا انا ولا ابو سيف ولا مامة فرانشيسكو ولا بابا. خاضوا التجربه دي مع نفسهم علشان سيف يبقى شخص مستقل. مين اللي ساعدني في ده؟ هو طفل تاني. اوكي. فده مهم جدا ان احنا ننشر الوعي ده ونخلق جيل واعي وفاهم الناس دي. هي كمان بصراحه to be honest it's not related to autism بس. صح. كل طفل مختلف عن حتى اطفال التوحد. يعني كنا بنتكلم مع بعض قبل ما نصور ان اطفال التوحد اصلا مختلفين عن بعض. يعني هو this very broad spectrum عامه، كتير قوي وبعيد عن بعضه. ممكن تلاقي حاجات ماينر من هنا على حاجات ماينر من هنا على، يعني بتلاقي كومبو كده مختلف. طيب انا اللي عجبني ان انتوا عاملين 3 لغات. ودي حاجه تحفه. يعني ليه؟ لان احنا هنا في مصر في ناس هتقرا انجلش، في ناس هتقرا فرنسيه على حسب المدرسه وكده. ايه لما رحتوا مدارس، انا شفت انتوا رحتوا مدارس، ايه كان رياكشن الاطفال؟ حلو ده. بصي رياكشن مختلف. يعني في كذا يعني في ولاد قوي يعني لا الموضوع لا، يعني كانوا مركزين مؤثر فيهم، بيقولوا زي فلان وزي فلان وزي فلان. معظم المدارس اللي رحتها كان فيها في الفصل ولاد مختلف. كان في فصل فيه متلازمه داون، كان في فصل فيه ولد توحد وكده، فكانوا بيقولوا ده زي فلان. اوكي. في ولاد انا قعدت يعني انا لما ببدا في مدرسه بفضل اقول كلنا نبص على بعض، هل احنا شكلنا شبه بعض؟ كلنا عندنا لون عين مختلف، لون شعر مختلف، حد طويل. كنت بوقفهم كده تبقى الموضوع مش بديهم بلقنهم درس زي ما بيقولوا. عايزاهم يفهموا ان الطبيعي ان الناس مختلفين. فطبيعي كمان الاهتمامات في اللعب او ان احنا نندمج مع بعض ممكن تكون مختلفه. الفكره بقى ان احنا نحاول نشوف الشخص ده ما يبقاش لوحده عشان هو مختلف او ما بيعرفش يلعب بنفس اللعبه اللي احنا بنحبها، او بيشوطوا الكوره بنفس الطريقه اللي احنا بنحبها. فنشوف ايه يعني مثلا، واقول لهم كده جربوا مثلا اكتر حاجه بيحبها حمزه ان هو يجري. فكنا بنجري وراه حتى لو هو مش فاهم ان دي استغمايه، بس هو بيجري وبيضحك واحنا بالطبيعه كلنا بنجري وراه وبنضحك. فخلقتي ان انت فهمتي الاطفال ان ممكن عادي ان احنا يعني ما نبقاش شبه بعض، وفي نفس الوقت حاولتي تفهميهم ان ما ينفعش يسيبوا حد لوحده
بمجرد لان ده طبيعي شلل طول عمرنا يعني مش بس دلوقتي. وفي ولد يعني في المدرسه دي انا اعرفه شخصيا، اعرف مامته، هو متلازمه داون، هو بيلعب كوره كويس جدا عشان الولاد التانيين علموه. الله. يعني لقوا، يعني هو انا كنت بقول مامته هو شاطر في الكوره، قالت لي في المدرسه هم اللي علموه، لقوه بيشوط الكوره فعملوا جروب كده وعلموه. فهو الامل في الاطفال دي لما يفهموا أيوة. ان هم يكونوا بيساعدوهم، لان هي فطرتهم سليمه. ايوه. فعايزين مش نخلق بس، احنا عايزين نخلق ان الاطفال تتعاطف مع بعض وتفهم بعض وتساعد بعض. اوكي. يعني ومش كل الاطفال هتستجيب بنفس الطريقه، بس هيستجيبوا. اوكي. وفي حاجه هتنور جواهم لو فضلنا نتكلم هي لازم الكونسيستنسي في الكلام، ونفضل نعيد ونزيد في نفس الكلام تاني عشان ما يبقاش معلومه واحده وراحت. واكيد فرانشيسكو بيزهق من سيف اوقات. نقطه مهمه قوي مع فرانشيسكو ان هو اولا هو طلع كده علشان مامته راحت مدرسه كانت فيها دمج، فهي مامته كبرت شايفت الناس دي حواليهم وثقفت ابنها. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان هو يبقى عنده مساحه انه يبقى له حياه واصحاب تانيين، انه هو بيخرج مع اصحاب نمطيين، شاب عنده 17 سنه تقريبا، عنده اهتمامات مختلفه، بس هو كمان بيعرف امتى انه ده وقته مع سيف. بيعرف دلوقتي ازاي يفهمه، ازاي يتعامل معاه، ازاي يدافع عنه. انا ما بطمنش مثلا على سيف مع اي طفل اخر غير الطفل ده، لانه متربي معاه، هو فهمه، هو بمر السنين. ودي على فكره ما كانتش حاجه احنا عملناها بالقصد، هي جت بالمعايشه. هي ربنا هي جت بالمعايشه. احنا عايشنا بعض، كان بيجي لنا البيت، كان سيف بيروح له البيت، مامته كان لها دور كبير في ان هي تثقف ابنها، بس في نفس الوقت كان في قدر من الوعي انه في وقت من الاوقات هما مش هيفضلوا اطفال على طول. سيف اصغر من سنه شويه، ففرانشيسكو عارف امتى يحتضن الوقت ده من اللعب، وانه يكون معاه، وانه يكون فهمه كمان. لان الولاد بتتعلم من بعضها ساعات اكتر ما بتتعلم مننا. ايوه دي حقيقه جدا. وده ساعدني جدا مع سيف. من اكتر الحاجات اللي بسطتني في المدرسه اللي رحتها ان في بنوته صغيره جت قالت لي بعد ما خلصنا السيشن كلها، جت قالت لي شكرا، انا عندي بنت خالتي عندها توحد والكتاب ساعدني ان انا افهمها اكتر. حبيبتي دي قصه عايزه اسمعها. من اكتر الحاجات اللي اثرت فيا طبعا تفاعل الاطفال، وان تحسي ان انت المجهود اللي انت بتعمليه ليه مردود عند الاطفال. الاطفال قلبهم ابيض جدا، كل اللي هم محتاجينه توجيه. ومش معنى ان كل طفل بيتنمر انه هيفضل متنمر للابد. ومش معنى ان كل طفل صدر منه تصرف سلبي انه ده مش هيتصلح. فاحنا ممكن فعلا نوعي الاطفال دي، ممكن نصلح جنريشن كامل. بالظبط. احكوا لي اكتر عن الكتاب، وبيناقش انهي مواضيع، وازاي المواضيع دي بتاثر بالتاتش بوينت حتت معينه في حياه الاولاد. هو الكتاب في الاول كان هيبقى سيناريو تاني خالص، ان احنا نحكي عن سيف وحمزه كولدين على طيف التوحد. اوكي. وبعد كده لما لجأنا لرانيا امين، هي كاتبه الكتاب، يعني احنا كنا عندنا كاتبين الافكار وكاتبين سيتويشنز، هي قالت يعني هي كانت نصيحتنا ان هو اصلا التوحد فكره صعبه على الولاد تفهم، فان هي تفهم بقى ان التوحد فيه كذا، يعني فيه اختلاف، وان فيه كذا شكل من، يعني ممكن تقابلوا ولد ما بيتكلمش ولد بيتكلم كده، فقالت لا خلينا نتكلم على واحد بس، وان سيف يبقى صديقه اللي بيحاول يتفهم. اوكي. بس فالكتاب كان ببساطه مواقف كانت حصلت لنا في الحياه. So it's based on true story بقى، حياتكم على طول. بالظبط. حاولنا نميكس حاجات من حياه حمزه وحياه سيف. فيها الانتظار. وفيها ان هتكلم انا عن مواقف حمزه وما يتكلم عن مواقف سيف. حمزه موقف ان هو اوقات كتير لما حد يجي يقول له حاجه مش بيفهم ان هو بيقول له ايه بالظبط. فلو هو كان متحمس او بيلعب في مكان وحد ليه مثلا قال له مثلا بالراحه او هدي شويه، ممكن يفتكر ان هو بيلعب معاه فيبتدي يحصل له يبقى excited اكتر. فدي حاجه احنا يعني كانت حصلت لنا وهو بيلعب، وحد بيقول له بس انت هتوقعني
وحمزه بيضحك فاكره يعني بيلعب معاه، فالولد ده اتعصب ونزل وقال الولد ده بيضايقني وحمزه مش فاهم هو مامي ما سكتتش وجت واتخانقنا ولا اتخانقناش يعني بنحاول ما نتخانقش، بنحاول نقول يعني بالراحه ان هو مش ما يقصدش يضايقك يعني. وموقف تاني من الحاجات اللي احنا كانت بتحصل لنا في استمرار ان حمزه لما يكون مثلا داخلين مكان فيه اكل وهو جعان بينتش بقى ربنا بنتش بقى قاتله وفرايز بقى، فبنتش الفرايز وكده. وكنت باخده مكان كل يوم معين عشان بنتعلم الروتين، ففي كل يوم 4 كنا باخده مكان جنب مدرسته عشان اجيب له الفرايز اللي هو بيحبها. فكانت الست اللي على الكاشير كانت بتقعد تبص له قوي عشان حمزه شكله حبيبي اسم الله هو امور وشكله حلو، بس طبعا بيتصرف مش قد سنه طبعا، بيتنطط ممكن يروح على صوره ويعمل عليها يلمسها يطلع اصوات، فكانت بتبص له قوي يعني على طول كانت بتبص له. فانا قلت لها حمزه متوحد، فهو بيعمل حاجات اوقات غصب عنه وبيحب يلمس الحاجات، بيحب يبص على انوار، عشان كنت يعني عشان برضو ما نحسش ان اي حد بيبص لاولادنا هو بيبص لهم نظره يعني فيها. نقطه مهمه قوي يا رانيا، لانه في ناس بتبقى مش فاهمه وبيبقوا مكسوفين يسالوا. بالظبط، لان هو مش نظرة شفقة، هي مش نظرة شفقة خالص، لا هي مش فاهمة حقيقي، مش فاهمة يعني هو ايه اللي بيحصل. ناس بتبقى، انا قابلت امهات بتبقى بتتضايق من النظرة دي لان هي بتبقى فاكرة ان دي نظرة شفقة. وانا بقى بتفهمي لا هم عايزين يسالوكوا ومكسوفين، جو اهد وروحوا قولوا لهم ده كذا 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 وفهموهم، لانه قد ايه انت هتقابل واحد تاني فمش هتبص البصه دي وتعرفي تتعامل معاه. هو ده هيحصل وقت ما تتقبلي ابنك بقى توتالي وتبقي فاهمه انا ده ابني كده، فانا هفهمكم عشان يعني لما تفهموا مش هديكوا بقى عذر بعد كده لما تبصوا. لما نوعي المجتمع يبتدي يفهم مفيش بقى عذر للبص. هو احنا بنقول كده هو التوحد اعاقه خفيه، مفيش شكل من بره، بس لما بيتصرفوا بتشوفي التصرفات دي ان فيها حاجه مش طبيعيه. بالذات لما الولاد بتكبر في السن. بس فكنت بروح بقى المكان ده عشان اعلمه ينتظر. عشان احنا بقى ما نخشش ننتج بقى وناخد الفرايز من الناس اللي قاعده بتاكل. او لازم يستنى ان الوقت بقى يستنى الفرايز تجيله دي بتاعته. فاخدت منا شهور يعني ان احنا نتعلم يعني ومش هقولك يعني ان اوقات بيخش ممكن يخش دلوقتي يلاقي فرايز قاعده يعني بس خلاص كبر استوعب ان احنا مش هناخد دي مش بتاعتنا. وهنستنى احنا نقف هنا ونستنى ونمسك تايمر على الموبايل ونعمل حاجات كده عشان نتعلم. بس ممكن يكون التعليم بياخد شويه وقت صبر. طب وايه الموقف بتاع سيف؟ من اهم الحاجات اللي زي ما رانيا قالت من شويه انه التوحد اعاقه خفيه. ابني بيتكلم فظاهريا هو شكله وهيئته، وعلشان هو رياضي فهو شكله كبير وكده، فانتي لما بتشوفيه ما بتتوقعيش منه تصرفات اقل من سن. وعلشان هو الى حد ما متعامل بتديله اكتر من حقه، هو مازال برضو تفكيره لسه واستيعابه لحاجات مركبه او لمفاهيم مركبه صعب شويه. فمن الموقف اللي موجود في الكتاب انه انت بتكلميه على اساس ان هو هيفهمك، او بتشرحي له حاجه على اساس ان هو هيفهمك بسرعه. فسيف في الكتاب اللي هو الشخص النمطي او الصديق بيشرح لحمزه لعبه معقده شويه، على لعبه من العاب الجيمز اللي هي على الايباد، وبيتوقع انه حمزه يفهمه على طول. لكن في معظم الأحيان مع أطفال التوحد أنت محتاجة تقسمي المفهوم لخطوات وجمل بسيطة علشان هو يفهم الكوزن إفكت أو إيه اللي بيجي بعد إيه وإزاي الخطوات بتترتب على بعضها، أكنك بتعلمي طفل حساب مثلا. فده موقف موجود في الكتاب. وفي حاجة أكشلي أنا عايزة أقولها، إحنا كنا حابين قوي إنه شخص على اضطراب في التوحد يكون مساهم في الكتاب. فالبنوتة دي اسمها مريم، وهي اللي رسمه الرسومات اللي في الكتاب كله. في ناس يعني قالت الرسومات يعني في ناس قالت مش تحفه بس ده رسمها هي تحفه، هي اللي رسمت.
بس لا يعني بتبين هي حتى في لو تشوفي هنا في بيغير شكل عينيهم. مثلا هنا في الترامبولين بصي ان هو مثلا لا دي اللي هو انه بتخرج بره اللي هو وقف يعني. هي الحاجات دي اللي عاملاها محدش فينا تدخل فيها خالص. لا اصلا it's I'm proud ان حد عارف بيعمل حاجه يعني she's autistic وفي نفس الوقت عندها سكيل معينه او مهاره معينه وعرفت توظفها وتفهم منكم انتوا عايزين تحطوا ايه. لا دي سكسس ستوري ما شاء الله. بصي هي البنوته عندها 28 سنه. البنوته اهلها واعيين جدا، باباها الصراحه بيساندها جدا، وهي دلوقتي مستقله بتدخل او بتدرس في معهد تاهيل مهني لوحدها تماما ومستقله. فكان الهدف اننا نوري انه الناس دي كمان مستقبلهم مش مظلم بالدعم الصح والتفهم الصح والبيئة الصح. الناس دي بتحقق وبتنجز وهي عندها موهبة ودلوقتي بتدرس بيزنس، وفي يوم من الأيام بالوعي الصح ممكن تتوظف وتبقى شخص سعيد مدمج فعال في المجتمع. يا ريت يعني انا يا ريت اصلا احنا من ضمن الحاجات اللي بنعملها في جرو وندر احنا بنشجع الامهات نفسها. احنا الحمد لله ربنا رزقنا يعني انا وانتوا عامه ان احنا قادرين نفهم وبنقول انا عندي ابني كذا وما عنديش مشكله خلاص انا متقبله ده وراضيه بقضاء ربنا في كل حاجه. بس في امهات تانية ما بتعملش كده. في امهات بيحصل مرحله الدينايل بنتاخر في التشخيص وده بيؤدي ان احنا ما بيحصلش early intervention ما بنقولش اصلا فبالتالي اللي حوالينا مش قادر يفهم نتعامل معاه ازاي. بيحصل فيه ديليز في كذا حته. فبنحاول نشجع الامهات بان احنا نقول لهم على فكره اتس نوت دارك يعني لا احنا ممكن لو لحقتيه بدري ممكن نوصل لمرحله انه اتليست يبقى عارف يعيش في وسط المجتمع حتى لو ما كانش ربنا رزقه انه يخش جامعه او يشتغل او يعني لا فيها حاجات تانية. ودي نقطه مهمه قوي انه حتى الاطفال اللي بيشخصوا توحد شديد مهمتنا احنا كمجتمع وكعائلات الاشخاص دي ان احنا نشوف ايه نقاط القوه عندهم وازاي نقدر نشتغل على نقاط القوه دي ونخليهم يعيشوا حياه كريمه. طب عندك اكزامبل لحد وصل المرحله دي تشجعي بيه الامهات ان هي تقول؟ يعني مريم اكزامبل هايل. انا في شهر فبراير كنت انا عايشه في دبي اصلا. ففي مجموعه من المدارس اللي بتتبع البريتش كوريكولم او النظام التعليمي البريطاني كانت عامله زي مؤتمر ما بينهم وما بين بعض للدمج بشكل عام، وكانوا جايبين نماذج من الطلاب اللي في المدارس دي اللي اتخرجوا وقدروا ان هم يلاقوا يا اما وظيفه يا اما يدخلوا جامعه. وكان في شاب عنده توحد كان بقاله سنه بيشتغل في اوتيل. الولد ده مهاراته الذهنيه مش قويه جدا ومع ذلك هو بيحب يبقى منظم. وكان بيحكي عن رحلته ازاي هم في الاوتيل ده الاول خدوه وروا له الاقسام المختلفه وقالوا له تحب تعمل ايه، وهو قدراته زي ما بقولك الذهنيه بسيطه بس بيعرف عنده تفاصيل كويسه فبيشتغل داتا انتري. هو بيدوله اكسلات حساب ومحاسبه وهو بيدخل الداتا وعلموه ازاي يستخدم اكسل. اجمع اطرح الفورمولا بتاعت الاكسل شكلها عامل كده وبقاله سنه بيشتغل هناك. فلو كان الناس القائمين على الاوتيل ده ما عندهمش الفكر والصبر وان هم عايزين يساعدوا يمكن الولد ده ما كانش لقى شغل. طبعا اكيد. بس انا الصراحه اتبهرت لانه وقف قدامنا واتكلم. اي نعم كل حاجه كانت يعني هو قاري ومظبط وكان باين ان هو مش بس حافظ، هو وقوفه قدام ناس كتير كان ستريسفل بالنسبه له بس قدر ان هو يعمل كده وقدر ان هو يشكر الناس اللي في المدرسه وفي الاوتيل ده اللي ساعدوه ان هو يبقى عنده دخل وان هو يحس يعني ولادنا لازم تصحى من النوم كل يوم حاسه ان هي عندها هدف برضو.
لان احنا لما بنبقى بالغين ما احنا بنقوم من النوم بنحس ان بننجز احنا حاجه. 18 يوم الاجازه اللي كنت بحكي لكم عليهم ده مجننيني قوي صراحه. مجننينه هو بالظبط بجد حبيبي مهايبر جدا 18 يوم دول. لو انا بدأ اليوم ان يرجع مفيش روتين، هو هنعمل ايه؟ هو حتى ولا كامس شغاله ولا اي حاجه شغاله، فبالتالي هو متعصب واجيتيتد جدا. فلا احنا لازم نعودهم زي ما كنتوا بتقولوا دلوقتي على روتين واضح ونحدد لبعد كده ايه اللي هيحصل بالظبط. ايه الحاجات اللي نفسك تشوفيها متغيره اوكي في الايكو سيستم عامه اوكي او التعاملات مع اطفالنا او اطفالنا مستقبلهم يبقى واصل لحد فين؟ ماشي. وايه الحاجات اللي المشاكل اللي شايفاها هنا في مصر ومشاكل شايفاها في دبي لو انت عايشه في دبي عشان نقدر نصلح فين ايه؟ من اكتر الحاجات اللي نفسي قوي تبقى تتصلح، مش تتصلح، تبقى احسن اللي هو مدارس كلها تستوعب اختلافات الاطفال. المدرسين يقدروا ياخدوا تريننج او لازم يبقى مدرسه تعرف تتعامل مع كل اختلافات الاطفال. هو الوزاره كتر خيرهم هم في نسبه دمج المفروض في كل المدارس. اتعمل القانون، هم الوزاره عملت اللي عليها وعملت القانون بالظبط. احنا بقى دورنا ان احنا تبقى الناس اللي بتشتغل تبقى مدرسين، الناس دي تبقى عندها الباشنز يعني ايه اللي هو الشغف والصبر والقدره على انها تستوعب الاختلافات الاطفال. هي اصلا مهنه مرهقه جدا يعني اللي هو تصحي الصبح تروحي لعيال تروحي البيت تلاقي عيال فكارثه. بس هي مهنه طول عمرها يعني الارطريه فيها ستات وهي اساس كل حاجه بجد بالظبط. وزي ما بنقول مفيش مدرسه كلها كويسه، هي في مدرسه كويسه خلت الفصل او الجريد ده كل الاطفال استوعبت اختلافات الاطفال. حاولت تتفهم، مش لازم تستوعب يعني، حاولت تتفهم وحاولت تلاقي مساعده. وما تحطوش كل حاجه على الاهل، يعني بلاش نبقى بنرمي على الاهل واحنا ما بنعملش حاجه انا بشيل ايدي، لا انا والاهل نشتغل عشان الولد ده يقدر يطلع باقصى استفاده. ان شاء الله الاستفاده السنه دي ان الولد ده ادمج اجتماعيا وبقى عنده صداقات في الفصل اللي هو فيه. اوكي فدي من اكتر الحاجات ان هو في الدمج في المدارس يكون مدعم باشخاص عندهم قابليه ان هم يستوعبوا الاطفال كلها. وده هيتعمم بقى بعد كده يبقى الدمج في الشغل، بدل ما يبقى عندي 5% المفروض يكونوا من ذوي الاحتياجات الخاصه، اما بجيبهم مثلا من اعاقات حركيه او مش بجيبهم خالص عشان مش عارف برضه اتعامل مع الاشخاص اللي عندهم اضطرابات نمائيه. فبرضو يكون في كل مجال يكون في حد متخصص او حد عنده القدره النفسيه والثقافه ان انا اقدر اساعد الاطفال والاشخاص دي اختلافات، فيقدر يلاقي له وظيفه، يقدر يلاقي له دور يقدر الشخص ده يعمله. وده سهل والله مش صعب. لا احنا عندنا في اورجانيزيشن نعرفها هنا في مصر بتعمل كده فعلا. I don't think ان هم لسه وصلوا لمرحله الاضطرابات النمائيه، بس بقيه الاعاقات هم شغالين عليها. فلا هو في امل، هي بس محتاجه زقه من امهات زينا ان احنا نزق ونغير الدنيا دي كمان. طب انت شايفه نفس الكلام برضو هناك؟ طبعا يمكن الحاجه اللي واجهتني في المدارس لما سيف كان صغير وكنت بقدم له في دبي، يمكن المشكله اتحلت شويه. يعني انا لما سيف كان صغير كان الوعي يمكن اقل شويه، انت بتتكلمي في حاجه من 14 سنه. دلوقتي في الامارات في قانون، في سيستم، في ناس متدربه. يعني كل اللي اتعاملوا مع سيف دلوقتي فاهمين هو ايه، فاهمين هو محتاج ايه. الاي اي بي او الانديفيدوال اديوكيشن بلان اللي هي خطه الدراسه، الخطه الفرديه للدراسه مفصله جدا، واصلين لمراحل كويسه. اللي انا شايفه لسه في شغل عليه، لو انا ابني عايز يدخل مثلا جامعه او عايز يشتغل، القوانين موجودة، يمكن الفكر في التعليم العالي لسه ما نضجش زي التعليم الدراسي. بس أهم حاجة أنا بحس إن هي لازم تتغير، هي لازم تيجي مننا إحنا كأفراد. إحنا لازم نبطل نحكم على بعض. إحنا بنحكم على بعض في كل حاجة، حتى إحنا كأمهات أطفال مختلفة وكمتخصصين في المجال بنحكم على بعض. أنتي مش عارفة الست دي مرت في يومها بإيه، ولا الطفل ده ايه اللي مضايقه دلوقتي. ما تحكميش على حد،
حاولي تفهمي وما تقوليش ده مقصر او ده. انا اتقلي في وشي مره عنده توحد ما تربيه، ومن حد اجنبي على فكره، مش مصري ولا عربي، ولو انت بتتفرجي على تلفزيون كتير. فبلاش نقول لبعض جمل كليشيهات لان هي بتاثر علينا. بلاش تقولي اصلك سايباه مع الايباد على طول، اصل مامته دي مش بتحضنه فهو بقى طفل توحد، اصل الولد عصبي. كلمات صعبه لان كل ده بيأثر. انا مش قادره اقول لك من خلال البودكاست كميه الامهات اللي بتتكلم وبتبكي مش عارفه تتصرف اصلا مع نفسها ازاي علشان تقدر تساعد ولادها. حاسه ان هي السبب في ايوه. يمكن اكتر حاجه بتمناها ان احنا فعلا نبطل نحكم على بعض. كل حد فينا عنده مشاكل ومفيش حد فينا كامل، ومفيش حاجه اسمها ام كامله، لا خالص. كلنا بنسعى وبنعمل اللي علينا عشان ولادنا يبقوا كويسين. نشجع بعض يعني. بالظبط. في اوقات ببقى عايزه بس اكلم واحده اعرفها وبحب قوي اروح لام تانية عندها ابن او بنت مختلفين عشان عارفه هي الوحيده اللي تفهمني. اكلمها بس ان انا ليترلي ببخ يعني، فاهمه؟ انا بطلع بفنت اوت وبطلع كل الستيم اللي جوايا بس انت يو كان دو ات عشان ده هتقدري تكملي. الكلمتين دول بس فارقين قوي معايا ان انا اعرف اكمل من غير بقى اكلم واحده ما اعرفها. إيه لا عادي، طب بطلي تتفرجي على التلفزيون كتير زي ما كنت بتقولي. مش عارفه اعملي ايه، ما تشتغليش انه اعملها ازاي دي. وهم مكلفين جدا. اطفال الاحتياجات الخاصه بشكل عام مكلفين جدا، فانت ساعات بتبقي مضطره انك تشتغلي. يعني هو دي حاجه انا دي كمان يعني ليه انا اقول لام ما بتشتغليش؟ يعني ليه انا دخلت في خصوصيه الام دي الضرورات؟ ايوه بحس ان هو انت بقيتي مباحه ان كل واحد بيخش في حياتك كده. كمان من الحاجات اللي نفسي قوي تتغير ان يكون في رقابه على الاخصائيين والسنترز المفتوحه. الرقابه دي من اول سعر الجلسات الاخصائي. انا ما عنديش مشكله ان الاخصائي ما يكونش دارس حاجه بعينها يعني، لان احنا ما عندناش اصلا كليات. بس يكون مدرب تحت اشخاص مؤهلين، يعني زي العلاج الوظيفي ده ما ينفعش يكون في ناس بتقول اصل انا اخصائي حسي ولا اخصائي علاج وظيفي، ما احنا اصلا ما عندناش كليه في مصر بتاعه علاج وظيفي اساسا. وده من اهم التدخلات المبكره اللي بتفرق مع طول الولاد. فنفسي قوي يكون في اهتمام ان يكون ان في دي اللي يتخرج يعني كليات احتياجات خاصه. عايزين حد زي فرانشيسكو بقى يروح يتدرب. ايوه بالظبط. مش بس سايكولوجي، يعني احنا عندنا هنا القسم السايكولوجي ده قوي جدا. في بنات وولاد هايلين بيتخرجوا، بس عايزين اشخاص بقى اللي هم الاخصائيين يبقوا فاهمين ومدربين في كليات بتخرج اشخاص كده، لان احنا عندنا بصي انا اشخاص عندهم شغف زي ما بتقولي، مش شغلانه وخلاص. دي لازم، ما ينفعش حد يشتغل مع الاطفال ما يكونش عنده شغف. ايوه ده حقيقي يعني. طيب بقى خلاص احنا في اخر البودكاست، ايه المسج اللي تحبوا تقولوها للاطفال اللي بتقرا الكتاب؟ ان يعني مش لازم يكون طول الوقت يعني لو حمزه في مدرسه او في مكان، وده بقوله لنورين، مش لازم طول الوقت تبقى قاعده معاه او بتلعب معاه، او يعني مش واجب يعني طول الوقت او لمده طويله، بس ان الولاد تستوعب بعض ويحاولوا يندمجوا مع بعض، ما يسيبوش حد لوحده، ما يعملوش شله على واحد او على حد ياخدوه يعني كنا يحسوا ببعض. يعني ياخدوه معاهم، يعني حتى لو لعبوا يعني يقوموا يدوا هاي فايف ويروحوا يلعبوا تاني، بس ما حدش من الاطفال، نفسي الاطفال كلها ما تحسسش بعض ان هو مش معاهم يعني. مش ولو بدأنا بسن صغير ده الموضوع هيبقى احسن بكتير. كل ما السن صغر كل ما القدره على ان الاطفال دي تستوعب بعض اكبر بكتير ما السن بيكبر. بس برضو حتى لما السن بيكبر بيبقى فيه امل، بس هم الصغيرين بيبقى الامل فيهم اكبر. وان كل ام تشوف ايه القوي، نقاط القوه اللي عند اولادها، حتى لو ده مش متعارف عليه في المجتمع، بس تحاول تساعد ولادها ابنها المختلف انه ينمي من نقاط القوه اللي عنده. نقاط القوه بتاعته
ايه المسج اللي تحبي تديها للاطفال اللي بتقرا الكتاب؟ اولا هقول لهم يقروا اصلا، يعني سيبوا الديفايس، سيبوا الجهاز واقروا. لانه القرايه بتطلق العنان لخيالك، ده بيحكمك في اللي انت بتشوفه او كده. فاول حاجه هقول لهم حاولوا تسيبوا الموبايل او الايباد شويه واقروا. تاني حاجه الهدف من الكتاب ان انت تستمتع اولا، وتستكشف قد ايه الموضوع سهل، وانه ما فيهوش اي صعوبه ان انت تكون مع حد مختلف، سواء كان على اضطراب التوحد او شكله مختلف او عنده مش بيشوف او مش بيسمع. لانه الناس دي ناس عندها احاسيس، عندها مشاعر، نفسها يبقى عندها اصحاب زينا كلنا، نفسها تشتغل في مكان زينا كلنا. وانه انت لما بتساعد حد زي ده، يعني كتير قوي لما بقول لفرانشيسكو لان هو زي ابني، بقول له شكرا انك اخدت سيف النهارده المول، او انك دخلت السينما معاه النهارده، او انك دافعت عنه لما حد تنمر عليه. هو كمان بيقول لي شكرا انه هو علمني حاجات كتير. فهي انت كمان كشخص نمطي هتقدر تتعلم من الشخص المختلف حاجات كتير. ويمكن اكتر حاجه فرانشيسكو بيقولها لي انه الصحوبيه دي صافيه، ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش خناقات العيال مع بعض، ما فيهاش دراما، ما فيهاش انا الاحسن، ما فيهاش غيره. هي صداقه صافيه جدا. فزي ما احنا حابين نوعي انه يعني انه الاطفال اللي عندهم تنوع عصبي بيتعلموا من الاطفال النمطيين، العكس كمان طبعا. صحيح، دي حقيقه. نفسي كل حد هيتفرج علينا سبيشال تيتشرز اللي في كي جي 1 وكي جي 2 يبتدوا ياخدوا الكتاب ويعملوا عليه kind of activity جوه الفصل، نعمله في سيركل تايم، نبتدي نقراه مع بعض سواء باللغه العربيه لو مدرس عربي او مدرس انجلش تقراه بالانجلش. بس لازم الاطفال سبيشالي زي ما انتوا كنتوا بتقولوا بسن صغير قوي بتفرق. يمكن انا حاسه بيها قوي لان انا ولادي الاثنين في نفس الفصل مع بعض، وشايفه بقت المقارنه عامله ازاي، يعني هم بيقارنوا بعض ببعض. فحاسه ان هتبقى مهمه قوي ان انا اعلم عمرو ازاي تتعامل مع عز. صح. في اوقات هو بيعرف لوحده، بس زي ما كنت بقول لك يا مي ان هو في اوقات بيبقى فيه غيران من عز. في فرق ان هو لا انا مش عارفه العب معاه بس هو ما بيتكلمش معايا، فانا لازم افهمه. انا كشاهين ده مش عارفه افهمه ايه ان هو ما بيتكلمش ليه. يعني انا فعلا لحد دلوقتي انا مش عارفه اشرح له هو ليه ما بيتكلمش. ايه السن اللي انتوا ترجحوا ان الاطفال تقرا فيه الكتاب، ونخلي كمان التيتشرز والبيرنتس عامه المدرسين والاهالي تبتدي تشجع الولاد ان هي تقرا او تقرا معاهم، حتى ان هم يبتدوا يحاولوا يفهموا ايه اللي بيحصل. انا شايفه سن صغير يعني 6 سنين حاسه بيبتدوا يستوعبوا. يعني لما رحت فصل ولاد كي جي 2 كانوا 6 سنين تقريبا، كان في تفاعل كويس قوي. ويعني زي ما بقولك لان كمان التوحد يعني هو 1 على 36 طفل، فاحنا هتلاقي الاطفال دي شافت او في عيلتها او في حد من صحابهم. انا في كلام ان كمان الريشيو عماله تنزل، ويعني الموضوع عمال الارقام عماله تزيد بشكل دراستيكلي غريب. ومش بس التوحد، انا بتكلم كمان على بقيه الاضطرابات النمائيه. الارقام بقت يعني مرعبه. انا اخر statistics وصلت لها 15 مليون طفل في مصر. ده كارثه. ده كده دول المتسجلين؟ لا ده كده مش متسجل، ده كده يعني اللي الاخر ريبورت طالع 8 مليون عندهم learning disability في المدارس الحكومه. فانت زودي بقى بقيه الحاجات اللي لسه مش الولاد كمان مش متسجلين، هتلاقي نفسك وصلتي بالستاتس نفسها بقى البرسنتجز وكده، هتلاقي نفسك تحت سن 15 في 15 مليون طفل. عالي قوي. فدي كارثه يعني. دي فالناس لازم تفهم ازاي تتعامل. حتى طفل ADHD، طفل بانداز، طفل عنده ADD بس عنده speech delay بس او whatever، ومش ديسلكسيا. ديسلكسيا دي ده موال بقى. دي حلقه لوحدها. دي حلقه لوحدها لان حبايبي ما بيكتشفوش غير متاخر قوي. عشان هي بتبقى بادئه بحاجات تانية احنا مش واخدين بالنا منها، وهي اللي هو زي ما بقولك الاوتي هو بيكتشفها كلها، الموتور بلاننج، الكوردينيشن، كروسنج ميد لاين، كل الحاجات دي. بعد كده بقى هتاثر على القراءه والكتابه. ايوه
انتوا نورتوني جدا جدا. انتوا مش فاهمين، انا مي لسه كنت بقول لهم مي ورانيا بالنسبه لي سبورت سيستم من ساعه ما عز ما اكتشفت التشخيص بتاعه. فحتى لو احنا ما اتكلمناش قبل كده بس ستيل فيديوهاتكم شجعتني انا ان انا اكمل وان انا ما احسش ان انا لوحدي يعني. فثانك يو على انتوا كل اللي انتوا بتعملوه. من اوائل الناس اللي ابتدت تتكلم في الموضوع باريحيه وشجعت امهات كتير قوي ان هي تتكلم باريحيه في الموضوع. ثانك يو سو ماتش جدا. ثانك يو على الاستضافه الحلوه. ثانك يو جدا. ثانك يو سو ماتش. طيب احنا عاملين لكم مفاجاه ان رانيا ومي النهارده عاملينها لكم لكل البيرنتس اللي عندنا. لو تحبوا انتوا تانونسوا عن المفاجاه. يلا بينا. طيب مبدئيا لو انتي او انت اب او ام لطفل توحد وشايفين ان هو مثلا عنده موهبه وممكن يشارك في رسومات لماذا يا حمزه او حمزه، او لو هو قادر يعبر عن نفسه والتحديات اللي هو واجهها وحابب انه يدينا فكره للكتاب، او لو حابه تحكي عن مواقف معينه او استراتيجيات ناجحه هي طبقتها مع ابنها ونقدر ان احنا نوريها في الكتاب، او لو حتى حد فيكم شبهي وشبه رانيا في طفل نمطي في حياتهم بيدعم يعني بابنهم او بنتهم، يا ريت يعني يتواصلوا معانا وممكن يبقوا موجودين معانا في النسخه الجايه او في القصه الجايه من سلسله لماذا يا حمزه. يعني دي مفاجاه حلوه قوي. بليز ابعتوا لنا على البرايفت مسجز وهنكونكت مع رانيا ومي، وخلينا نكسر الستيغما بتاعت ان احنا عندنا اوتيزم. لا، احنا فخورين ان اولادنا عندهم توحد، فخورين بيهم في كل خطوه وهم بيخطوها، ولازم المجتمع يبقى فخور معانا بيهم، لان الدمج المجتمعي مش بس ان هو يعرف يتعامل، لا ان احنا بنشجعه ان هو يتحسن اكتر واكتر واكتر. ويوفر للامهات دعم، ويوفر للامهات دعم ايموشنز وفلوس وكل حاجه، لان خلاص هي رحله مش سهله، بس يعني لازم يكون في حد بيدعم الامهات والاهالي في الرحله. أيوة. دي عشان الموضوع يبقى يعني اهون عليهم في الرحله دي. عارفه نفسي ايه حتى في الشركات اللي الامهات بتشتغل فيها، انه لو بس ادوني وقت ان انا اعرف اخد مثلا ساعه بس زياده الحق اشوف الكارثه اللي بتحصل في البيت، عشان ما فيش حد كده. انه ده حصل لي انا قعدت فتره ادور على شغل يقدر يتماشى مع نمط حياتي. أيوة. وسيف وما عينيش وتفهم ده غير اب عنده طفل على اضطراب التوحد. قعدت سنتين او يمكن سنه ونص ادور على حد يفهم ان انا مش بزوق، ان انا على فكره مش يعني انا هعمل لك الشغل اللي انت عايزه، بس انا يومي مش شبه يومك. بالظبط. عندي ثيرابي وعلاجات بعد وباخده لطبيب نفساني، فانا محتاجه ابقى متحركه وما فهمش ده غير مدير عنده طفل على اضطراب تفكير. يا ريت يعني دعوه للمدير رفقا بينا والنبي، يعني رفقا بينا يعني ان شاء الله خير يا رب. وانا متفائله ان الدنيا بتتغير، والدنيا اكيد مختلفه عن 13 سنه فاتوا، فيعني اكيد واحده واحده التحسن جاي. ثانك يو على كل حاجه والله بجد. ثانك يو على المقابلات الحلوه دي كلها والكلام اللطيف والتشجيعات الدايم لكل الامهات وكل الاطفال، وانا واحده منهم. فنورتوني بجد جدا في جرو وندر بودكاست. ثانك يو.